السلام عليكم، صباح الخير او مساء الخير، زي ما تشوفوا الفيديو. بصبح عليكم مساء عليكم طبعا. ان شاء الله ما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. اول حاجه ما شاء الله انا عندي نتاية دي النهارده بقى لها 32 يوم وشهر، وهي ناتفه بقى لها 3 ايام ولسه مش ولدت. في حاله زي ديتي بقى لازم تدخل على طول، ان هو ممكن نكون اجينا حصل لهم حاجه او في حاجه. وبرضو دي بكري اول بكريه، اول مره لها شهر واول مره يبقى لها ميلاد. عشان كده رحت جبت صنت، مش هنحتاج حاجه الا صنت واحد بس، طلع بيجي من عند الدكتوره البيطري. فانا جبت لها صنتي وهديهولها اهو. نشوف بقى الدنيا فيها ايه. ان شاء الله باذن الله مش هكمل باذن الله من 10 ل15 دقيقه باذن الله، ويكون ربنا يكرمها وتكون ان شاء الله ولدت، وان شاء الله يكون اجلنا حلوين مفيش اي حاجه باذن الله. طبعا بندي الحقنه ازاي؟ بنديلها هنا او في الفرد، بس انا بحب اديلها هنا من الودان في الجلده اللي تحت دي. نديها لها ازاي؟ الودين اهو، الودين اهو، نرفع الجلد كده بسم الله، نرفعها كده ونديها ايه. انا مش شايف حاجه طبعا، هو انا مش عارفه اصورها حلو، هشتغلها اديها فوق وانزلها تاني. اهي هنرفع وندخل هنا السرنجه ونديلها. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. ادينهولها 5 دقايق بس ان شاء الله، و10 دقايق ندخلها بقى الاوضه، يكون ربنا يكرمها باذن الله. دخلتها جوه اهي، ربنا يكرمها بقى ان شاء الله من 10 ل15 دقيقه. ده بس مباشر اهو ما شاء الله، تولد دلوقتي باذن الله يا رب. ان شاء الله اول مره بكر ان شاء الله. عدى بالظبط كده ما شاء الله 10 دقايق ما شاء الله. خلصت اهي ورفعت راسها، يبقى الحمد لله ربنا يكرمها ما شاء الله. نرفعها بقى ندخلها. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله. الصلاة على النبي ما شاء الله. الله ما شاء 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 الله. شوفهم حاجه كده ان هي عدم الولاده كده على طول، يبقى في حاجه اكيد. لا بالصلاة على النبي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بالصلاة على النبي ما شاء الله، ولا اي حاجه. الصلاة على الزين ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك. الصلاة على الزين ما شاء الله، اللهم بارك. الله اكبر الله اكبر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هو حجم الاجنه بس ما شاء الله كبير عليها، وهي اول مره، فعشان كده مش عارفه الكاميرا مش حلوه ده، عشان كده مش عارفه ان هي تولدهم على طول. بالصلاة على النبي ما شاء الله ما شاء الله. بكر اول مره بالصلاة على النبي ما شاء الله، جايبه 9. دي بقى عشانها ايه، خدت طلق، فطبعا مش هتلاقي اي حاجه لا مضاد حيوي ولا اي حاجه، ان انا اصلا مش هلقحها دلوقتي. ما شاء الله بالصلاة على النبي. عدد زي ده اقل حاجه 10 ايام عم ببدا ان شاء الله ان انا وان انا القحها باذن الله. بس اهم حاجه هي ولدت. قفلت الباب، رضاعة حبيس ان شاء الله باذن الله. شغاله رضاعة حبيس بالصلاة على النبي، بالذات مع عدد ما شاء الله حلو كده ما شاء الله، اللهم بارك. نقفل بقى عليها بالصلاة على النبي ما شاء الله ما شاء الله. ولدت ما شاء الله ولا كأنها ولدت بالصلاة على النبي. بسم الله ما شاء الله. دي من انتاجنا ما شاء الله بالصلاة على الحبيب. نبدأ بقى نعلفهم ما شاء الله. نتهدي دي بقى بالعلف. شوف بقى العلف احنا هنعلف قد ايه، كل واحد بقى اللي نسبة علف قد ايه ما شاء الله. ده الفطام اللي قبل كده بالصلاة على الحبيب. نعلفه بقى ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. دي الدفعة اللي هي ايه قبل كده. الصلاة على النبي. الأرنب ده بحط له 100 جرام. الأرنب ده بحط له 100 جرام. أنا بعلف الوقت، مش بعلف ايه الوقت، بعلف مرة واحدة بس في اليوم يعني عامة ما شاء الله. عشان عما يجي بحط 100 جرام مرة واحدة. أنا كنت الأول بعلفهم على مرتين، الصبح 50
وبالليل 50. انما الوقت هي مرة في ميعاد واحد في توقيت واحد. ده بقى بحط لهم ايه زي ما انا قلت. فدلوقتي ما شاء الله 4 عفاين، بحط لهم 400 جرام، ودولت كذلك، ودولت ايه كذلك. ما شاء الله دي لحم عندي وفي سلالات ما شاء الله. فان هم ياخدوا 100 جرام عما اجي ياخدوا الطاقه التانية بيكونوا ايه جاعوا، بيكونوا جاعوا بيحتاجوا الايه الوجبه التانية، بيكونوا مترصصين. انا هوريكم ازاي. ما شاء الله ما شاء الله. المعيار ده 200 جرام، بحط منه معيارين ما شاء الله. ثانية. فده بقى ياكلوا ما شاء الله، يفحلوا على طول ما شاء الله. ما شاء الله كله افرس. بالله عليك متبحتر ما شاء الله ما شاء الله. ده حلاوة بقى الوجبة الواحدة ان هما بياكلوها وهم يخلصوا يعني قبل ميعاد الاكل بتاعهم بساعتين 3، فيكونوا ان هم جاعوا. ساعة ما نحط لهم الاكل بقى يخشوا في الاكل على طول ما شاء الله. اللهم بارك ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك ما شاء الله. برضه نفس النظام، بس طبعا هربوا نجين هنا هنكون بقى نرجعهم مكانهم. وايه نفس النظام 100 جرام للارنب في الطاقة في الحجم ده العمر ده. ده عمر ما شاء الله 50 يوم ما شاء الله ما شاء الله. اللهم بارك. اهم حاجه طبعا في العلف المعين ان انت تعرف ازاي ان الارنب هياكل ويشبع ويرجع يحتاج الايه الوجبه التانية. الوجبه ما شاء الله. عشان كده كله فرص. ده بقى نفردهم عن بعض عشان يعرفوا ياكلوا ما شاء الله ما شاء الله. الارنب ده بقى عمر ايه عمر 60 يوم. ده بقى الارنب ده عشان ما شاء الله ماشي برضو ده بحط له 150 جرام في الطاق، ان انا بعلف مره واحده 150 جرام مره واحده ما شاء الله. شوفوا مفيش حبايه علف، مفيش حبايه علف. واهم حاجه برضو النظافه، ان هم يطلعوا هنا يعملوا حمام. اهم حاجه تنظف دي. الصلاة على النبي ما شاء الله. الصلاة على النبي. ايه ترصوا مع الاكل على طول مره واحده ما شاء الله. اللهم بارك. حاجه صلوا على النبي الاول. بالصلاه على النبي ما شاء الله. ده بقى يفرح الواحده ان هي ايه تعبت واجتهدت معاهم ما شاء الله بيطلع انتاج. الصلاة على النبي. ده 150 جرام الارنب من ده 150 جرام. ده وزنه دلوقتي 2 كيلو الا ربع، اول كيلو ونص لغايه 2 كيلو الا ربع ما شاء الله ما شاء الله. اللهم بارك ما شاء الله. الميه دي لسه والده دلوقتي تحط لها 350 جرام، من 300 ل 350 جرام. حط لها اول 300 خلصتهم يبقى 350، ما خلصتهمش يبقى 300. الوجبه في اليوم. طبعا احنا دي 200 نحط لها 1.5، نزود لها ايه 150 جرام عليها. ده بقى ما شاء الله فطم لسه مفطوم امبارح. فده بقى مش هيتحط له طبعا 100 جرام مره واحده. 100 جرام للارنب حرام، هيبحتروا مش هياكلوا ما شاء الله. اللهم بارك. 700 جرام ما شاء الله. طبعا عدد ما شاء الله مع الامين ما شاء الله. اللهم بارك. طبعا بقى الارنب 30 جرام هنا 5 في 30 ب150 جرام دولت ما شاء الله. اللهم بارك.
شاء الله اللهم بارك. ما شاء الله. ده برضو ما شاء الله نفس النظام، 30 جرام ان هم لسه مفطومين. يا دوبك 30 جرام ان هم ما يبحترش، بيبحتروا برضو بس برضو معقول. انا ما شاء الله دي برضو معقول. اهم حاجه ده هينزل ما بيطري فبيبوظ، بيجوا ياكلوه وغابت منه. الكوره هم عاملين 250 ل 300 جرام، ما يزيدوش عن كده. يعني لو حطوهم 250 وكلوهم خلاص هم 250، خلصوهم بسرعه حطوهم 300. ان فاض هم يبقى هم 250، المعيار بتاعهم 250. طبعا النتايه وقعت الغطا عشان نحط ده نقفل عليها حلو. يبقى احنا قلنا الدكر 250 عامة ما شاء الله. طبعا بقى ما شاء الله أمية زي دي مع عدد صلى على النبي، ما شاء الله ما شاء الله. دي مع عدد مش عايزين نقول عشان محسد المرأة لأصحابه، ما شاء الله اللهم بارك. فدي بقى بنحسب لكل واحد فيهم 20 جرام، من 10 ل20 جرام انهم بدأوا يخرجوا معاهم فبنحسب لكل أرنب من دول من 10 ل20 جرام، غير ايه نايب الأم اللي هو 350 جرام او 250 جرام حسب الام ما بيكفيها قد ايه علف. تمام. ودي برضو امية من اللي احنا ماشيين معاها رضاعة حبيسة ما شاء الله. برضو هبقى اعمل لكم فيديو عن الرضاعة الحبيسة دي بالصلاة على النبي ما شاء الله. دوت لسه ما كملوش ال10 ايام ما شاء الله. حجم الارنب ما شاء الله اللهم بارك ما شاء الله اهو. حجم الارنب اهو. طبعا ما انكرش ان كل خلفة اكيد 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 هيكون فيها ايه اللي هو الاخراني كده، الارنب الايه الضعيف المولود الاخراني كده طبعا بيبقى سفروت، بس عشان ما نخسروش ما شاء الله اهو اهو السفروت بتاعهم اهو ما شاء الله. رضع حلو برضه والباب مقفول. انما لو بيرضع كده ممكن هم يشرب وهو مشربش. وبرضه الرك برضه على الامية ما شاء الله حلو يعني. دوت ما شاء الله ما كملوش 10 ايام ما شاء الله. شوف حجم الارنب يتكلم لوحده. دي طبعا اهي عشار ومع خلفتها لسه ما فطمتهمش اهو. فطمت منه اللي طلع جريش واللي لسه ايه مش ما جابش 700 جرام او 800 جرام ما فطمتوش. ان انا مش مستعجله عليهم. هما دولت بصراحه على النبي دلوقتي 700 جرام بس مش فاطماهم برضه، ان الام لسه قدامها 10 ايام فياخدوا ايه راحتهم. 10 ايام يرضعوا منها احسن من ان انا ايه اعلى. طبعا ده بتحسب له 30 جرام مع وجبه الام. ان هو الوقت ما شاء الله بياكل. ودي برضو ما شاء الله ام ومع عيله. الارنب ده بتحسب له 10 جرام زي ما احنا قلنا دلوقتي. ودي الاميه بتاعته اهي ما شاء الله اللهم بارك. اللهم بارك ما شاء الله. ما شاء الله. بس ان شاء الله بقى مع فيديو جديد باذن الله ان شاء الله المره الجايه. اهم حاجه صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام وربنا يبارك لنا ويبارك لكم في من اللهم امين. مع السلامه.